السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا البيتفور الجميل بتاعنا ده. انتي بقى صاحبة التشكيل. انا وريتك وعليكي انا يعني اديتك الفكرة، وانتي عليكي تكملي بقى بكل ما تبدعي. طبعا انا عندي بيتفور فاخر. بعمله بمكسرات وبيبقى التشكيل بتاعه غير كده. ده بيتفور عادي. تمام. فاحنا هنشوف مع بعضينا احنا هنشتغل مع بعض ازاي، والمقادير بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي. لا، دي الغريبة خليها ان شاء الله للفيديو اللي جاي. اوعوا ما تتفرجوش عليه، هتعجبكم جدا جدا. طالعه زي القمر. هنبدأ مع بعضينا كده ونشوف. ادي البيتفور بتاعي، ولا راح ولا جه ولا بيتشال ولا بيتحط من على الصاج. زي ما بتحطي البيتفورايه زي ما بتشيليها. لو لقيتي واحده كبيره واحده صغيره ده من ايدك انتي، مش من العجينه. تمام. انا والله مزنقه وزي ما انتم شايفين كده وطالع تحفه. ولا بيفرش ولا بيرفع ولا اي حاجه. ليه؟ البيتفور ما بيتحطلوش بيكنج باودر خالص خالص خالص. تمام، عشان نكون متفقين كده من الاول. هنا معايا ايه؟ هنا انا معايا الزبدة بتاعتي انا جايبة زبدة فرن. بس للأسف عشان انا كنت هشتغل مقدارين، فانا ما كانش عندي زبدة كفاية وكانت متلجة وانا عايزة اشتغل. فانا عندي زبدة جاموسي كنت مطلعاها عشان ايه؟ اسيحها لكحكي يعني. فخدت منها جزء كده وهي مش مقصرة خالص في في العجن، ولا مقصرة في الطعم، ولا مقصرة في التسوية، بل بالعكس ده مدية تيست عالي وريحة جميلة جدا للبيتي فور. هنا بقى كنت نخلة السكر بتاعي. انا حاطة سكر 400 جرام للاتنين كيلو. ملناش دعوة بقى بالاتنين كيلو. تعال نقول انا قلت بس عشان لو شفتوا الميزان ما تتلخبطوش. تعالى بقى نقول مقدار الكيلو. عندي مقدار الكيلو، نبدأ كده بالتسلسل. انا عندي كيلو دقيق هشيل منه 50 جرام، يعني 950 جرام من الدقيق. خليكوا واضحين معايا. وركزوا معايا كويس جدا. كده كده انا هكتب المقادير في صندوق الوصف. 950 جرام من الدقيق يعني كيلو، واشيل منه 3 معالق مش هرميين ممسوحين. تمام. ومعايا 750 جرام من الزبدة. زبدة نيوزيلندي، زبدة فيرن، زبدة كريستال، اي زبدة انت تحبيها او عايزة تشتغلي بيها ما فيهاش اي مشكلة. ومعايا كمان 200 جرام من السكر. ما تزوديش السكر، ال 200 جرام طالعين كويسين جدا. وهو كمان معتدل الطعم، لان انت هتحشي اذا كان مربى ولا اذا كان يعني هنقفل بمربى ونقفل بشوكولاتة. فانت مش محتاجة سكر اكتر من كده. حلو الكلام، كلام جميل. هنبتدي بقى ان احنا ايه؟ آه، نحط البيض بتاعنا. انا هنا المقطع بتاع البيض ده تقريبا اتحذف من عندي. ابتديت ان انا انزل 4 بيضات، بيضتين كاملين وبيضتين صفار. حابة ان انت تخليه متماسك شوية، حط 3 بيضات وواحدة صفار. حلو الكلام، كلام جميل. معاهم الفانيليا وشكرا على كده. مفيش اي حاجة تانية للبيتفور. وبلاش تحط بيكنج باودر، مش هيبقى كويس وهيكبر لك الحبة بتاعت البيتفور. طبعا انتوا شايفيني انا فرشه وقاعده في الارض. المنظر معلش سامحوني عليه. هنبتدي ان احنا نلف العجينه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. وهنبتدي ان احنا ننزل الدقيق بتاعنا واحده واحده. انا نخلت الدقيق بتاعي عشان يخش له هوا كده، وما يبقاش مكتوم في البسكوته او في البتفور او في اي نواعم انت بتعمليها. لازم ان انت تنخلي الدقيق. هنا اثناء ما انا بحط الدقيق بتاعي، لازم اخلي العجان على الهادي خالص، وابتدي ان انا احط معلقه معلقه. تمام. كده ماشيين مع بعضينا واحده واحده. نرجع بقى للتشكيل زي ما انتوا شايفين. هتقولوا لي ايه ده يا حبيبه انت حاطه في الكيس؟ مال البتفور عامل كده ليه؟ ده بتفور مشبح. انا واخده طبعا الكيس عشان انا شغاله من اوردر لاوردر، او من مقدار لمقدار. فكل شويه مش هقوم اغسل الكيس. حرام طبعا هيتبل ولسه هنشفه ممكن يبوظ لك العجينه. فهو بيدوبك اول عجينه بتاخديها كده بتعمل لك البيتفور المشبح ده. بيبقى جميل والولاد بيحبوه قوي 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 قوي. بعد كده الابيض بينزل لك عادي. فانا حطيت المقدار بتاعي جوه الكيس لان انا كنت عامله قبل كده شغل، وكان لسه فيه العلامات بتاعت الشوكولاتة او الكاكاو موجودة فيه. وابتدي ان انا اشكل كده. انا مش مجرية الفيديو خالص عشان تشوفوني وانا بشتغل زي ما انتوا شايفين كده.
زي ما بتخش البتفوراية الصاج الفرن زي ما بيطلع. هتسوي على كام يا حبيبة؟ انا هسوي على 180. هيبقى التسوية بتاعته فوق وتحت حلوة قوي. بلاش ان انت تديله درجة حرارة عالية جدا، مش هيبقى كويس بالنسبة لك. هيبتدي ان هو يحمر قوي من القعر، والوش هيبقى زي ما هو، مش هيديك الطعم اللذيذ بعد التشكيل. تمام، زي ما انتم شايفين كده. انا هنا خلصت الصاج بتاعي، هبتدي ان انا اشتغل في حاجة تانية. ايه رأيكم؟ عايزة اقول لكم ان التب بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه هو 7 FT. مش عارفة ملهوش ارقام، في تبات كتيرة قوي ما بيبقاش عليها ارقام. فانت ممكن تشوفي بتاع بلح الشام اللي عندك في البيت وتجيبي اصغر منه شوية، هيديك الوردة ديت وبتطلع شكلها حلو وجميل وبتبقى مناسبة. نيجي بقى للأمورة الحلوة دي. احنا عايزين نعمل الكمثرية بتاعتنا او الصدفة بتاعتنا، هتبقى بنفس الطريقة دي. انا قلت لضحى ما تزوديليش السرعة بتاعت الفيديو، عشان حبايبي اللي حابين يعملوا يكونوا واخدين بالهم احنا بنشتغل ازاي. هنا بقى ايه؟ ده الصباع. هنا الواحدة اللي ما تعجبكيش شيليها بمنتهى السهولة كده. لازم تخلي شغلك كله تمام. اهي دي الصدفاية. انتي بتدوسي على القمع بتخليه يفرش زي الوردة المقلوبة كده، واي بقى زيادات طالعة فوق لازم تنزليها. سامحوني ان انا شغالة بايديا، بس انتوا عارفين غصب عني. انا شغاله اوردرات كله ورا بعض ورا بعض ورا بعضه. القفازات بالنسبه لي هتحطني ماسكه القمع نفسه، او ماسكه الكيس نفسها. بتحب ماسكه ان انت تكوني مالكه الكيس كويس عشان تطلع معاكي الورده كويس. لو انت لبستي قلافز الورده مش هتطلع مظبوطه، وهتزحلق معاكي من كتر ماسكه الكيس يعني. هنا بقى عندنا بنعمل ايه؟ بنعمل الوردة ديت. انا عايزة اقول لكم ان الوردة دي في البتفورة كل سنة بتطلب معايا. في ناس بتاخده كده بس ما بتشكلهوش، فانا كان مطلوب مني نص كيلو لوحده، فانا عملته علشان خاطر حبيبتي اللي طلبته مني. يا رب ان شاء الله تاكلوا في الهنا باذن الله. هنا بجيب السبرينكل اللي هو المدور، وببتدي ان انا احطها عشان بس تديها شكل كده. حابه عندك اللول اللي هو الالوان حطي منه. عندك حته عجينه آه، شوكولاته ممكن تعملي لها كور مدوره كده وتحطيها، مفيش اي مشكله. وهنا بقى حبينا نعمل شويه وردات جميله كده. انت طول ما انت قاعده بتلاقي نفسك بتشكلي كل اللي نفسك فيه، اعمليه ما تسيبيش في نفسك حاجه. فالاشكال ديت، الاشكال دي معايا على طول. فاللي بيشوفها مره او يدقها في العلبه بتاعته مره يقول لك احنا عايزين من كذا. فبضطر ان انا آه، اعمل كل اللي حبايبي بيطلبوه مني واللي نفسهم فيه. انا ما بخليش في نفسهم حاجه. اللهم بارك اللهم بارك. العجينه بتاعتي طالعه حلوه جدا جدا، وطالعه كمان سلسه معايا الحمد لله. السمنه بتاعتها او اسفه الزبده بتاعتها ما بتطردش. ليه؟ انت بتختاري دقيق كويس، بتجيبي دقيق كويس، وكمان ما بتكفيش العجينه بتاعتك كتير في العجان او حتى على ايدك علشان خاطر السمنه بتاعتنا ما تخرجش. طبعا احنا متفقين من اول الشغل ان كل الشغل بتاعنا بدقيق يكون متعدد الاستخدامات، او يكون مخصص للكحك والبسكوت علشان خاطر حاجتنا تطلع كويسة وجميلة. ما يبقاش ندفع فلوس ونجيب حاجات وفي الاخر تضيع عشان خاطر الدقيق فرق بين ماركة وماركة 3 أو 2 جنيه. لا، خلينا متفقين ان احنا بنجيب دقيق كويس. ايه رأيكم في الجمال ده؟ اللي يشوف الجمال ده بقى ما ينساش يعمل لي لايك، واللي ما اشتركش عندي في القناة وعمال بيتفرج كده من غير اشتراك ينزل يعمل اشتراك تحت، وكمان يفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. وكمان تكتبوا لي كومنت حلو عشان انا بحب اقرأ الكومنتات بتاعتكم كده، بتشرح قلبي وبتخليني دايما كده على طول في تقدم وفي ازدهار.
ربنا يخليكم ليا ويدومكم نعمة في حياتي، وشكرا على كل كلمة بتقولوها لي. شكرا على الفيديو بتاع الكحك والبسكوت، والكلام اللي شفته وقرأته كان جميل جدا جدا، والدعاوي اللي انتوا بتقولوها لي يا رب ليكوا ان شاء الله بالمثل. اللي انتوا بتدعوه لي ربنا يا رب يكرمكم فيه خير، وما تحرمش منكم ابدا ولا من كلامكم الجميل. زي ما انتوا شايفين كده الفيديو شارح نفسه، انا ما دخلتش حاجة زيادة ولا حاجة ناقصة. واي حد محتاج اي حاجة يكتب لي في التعليقات، اي حد عايز وصفة اعيدها اكتبوا لي في التعليقات، ان شاء الله هرد عليكم. انا بحب اشوف كل التعليقات سواء سلبية او ايجابية عشان اتعلم من اخطائي، واحس ان انا بعمل حاجة او حاجة مفيدة، حد بيستفاد مني ليه. فبحاول ان انا اطلع الحاجة مظبوطة بالظبط. اما لو في اي تعليق او اي حاجة سلبية انتوا مش عاجباكم في الفيديو، يا ريت تكلموني عنها وتقولوا لي عشان ان شاء الله ما تتكررش تاني. كل سنة وانتوا طيبين، ويعود عليكم الايام بخير، ويجعلوا يا رب كان رمضان خير وبركة، ويجعل عيد سعيد مبارك عليكم اللهم امين.